السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ وراجع لكم بحكاية عظمة، وهي حكاية زيرو مستحضر الأرواح. فأتمنى يا اخواتي دعمنا باللايك الجامد والاشتراك الروش، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فجهز مشروبك يا صديقي ويلا بينا، وبلاش طول عليكم، ويلا بينا نبدأ الحكاية. ونبدأ حكايتنا في مدينة لين هاي، واللي ظهر فيها الكثير من الوحوش من عالم آخر مسببين كارثة عظيمة للجنس البشري. ولكن فجأة ظهرت علامات غامضة على أيدي البشر المختارين، واللي بنعرف إنها بداية إنقاذ الفئات الفريدة. ومن ساعتها ظهر عصر تغيير الفئات ليصيروا صيادين. ومن بين جميع المستيقظين ظهر 3 أشخاص فقط بفئة أسطورية، وهو نسل الشبح ألفريد من الولايات المتحدة الأمريكية، ومهاجم تنين الجحيم، واسمه راستيف من روسيا، وملك سحر الصقيع شيشيان. وبتفوق الفئات الأسطورية على غيرها، سعوا جميعا لاحتلال البلاد الأخرى. ولكن قبل 100 سنة ظهر أسطورة جديدة في الصين، وهو آشورا. وفي غضون 10 سنين أنشأ تاريخا عظيما في الصين، وكان أول شخص حقق إنجازات أسطورية وخلص على الكثير من الوحوش الخطيرة والشرسة. ولكن بعدها ظهر الكثير من أقوى وحوش الفئة التاسعة في الأرض، وساعتها دخل آشورا منفردا في مواجهتهم جميعا، واللي غير الفئات 8 مرات. ولكنه مات أثناء قتالهم، وضحى بنفسه لحماية الصين. وبعدها بننتقل ليوم الذكرى المئوية لوفاة البطل آشورا. وقتها حضر جميع الصيادين البارزين في الصين لمراسم الذكرى. وبعدها بيظهر في الأخبار عن ارتفاع ظهور المستيقظين في الصين، واللي بلغ عددهم أكثر من 10 ملايين مستيقظ، واللي يعتبر أكثر من العام السابق، واللي بيعتقدوا إنها كلها مؤشرات على ظهور لآشورا جديد. وفجأة بيضرب البرق في مكان معين، وقتها بنلاقي في المكان ده شخص نايم في غرفته، وبيصحى الشاب ده على أصوات النظام. وقتها بيعرفوا إن النظام البوابة الرئيسية للعالم الآخر على وشك الفتح، وعشان كده لازم يتأهب لذلك. واللي بيخلي الشخص ده مصدوم جدا من سماع هذا، وبينهض بسرعة وبيقول مع نفسه بكل صدمة: هو أنا لم أمت؟ هو أنا فين بالظبط؟ أيوة يا صديقي، هو ده عمنا أشور اللي مات في السابق وانتقل لهذا الجسم. وفجأة بيشعر بالألم في راسه، واللي بنعرف إنها ذكريات هذا الجسد، واللي بيكون شخص فقير جدا ويعمل في كل مكان لدفع مصاريف علاج أخوه. وبكمان حبيبته تركته لأنه شخص فاشل ويقظ أضعف فئة، وهي مروض الوحوش. وبعدها لم يقدر على دفع مصاريف العلاج لأنه فقير جدا، واللي بيخليه يشعر باليأس الشديد، وبيقرر ينتحر لأن لا يمكنه حتى إنقاذ نفسه أو أخوه المريض. ووقتها وطني بيتفاجئ من هذه الذكريات، وبيقول إن هو لم يتوقع إن هو هيرجع تاني بشخص يحمل نفس اسمه بعد 100 سنة. وبيعرفنا بطلنا إن مروض الوحوش يعتمد غالبا على ما يروضوه في القتال، وبالإضافة لرفع مستواهم، فلازم ألا يتخلف وحوشهم عنهم في المستوى. ولفعل ذلك يحتاج المرء أن يكون غنيا بقدر أمة كاملة. وبالنسبة لشخص عادي الاستيقاظ بهذه الفئة نبأ غير صار، وده اللي خلاه ينتحر. ولكن بطلنا كان المستيقظ الأقوى في السابق، واللي يمكنه تحويل المستحيل لممكن. وهنا بطلنا بيفعل نظام العالم الآخر، وبيظهر بوابة فضائية وبيذهب لداخل العالم الآخر. وهنا بيقوله النظام إنه كان غير ناشط ل100 سنة، ومكافأة عدم الاتصال هي 70 نقطة في الثانية، واللي بيخليه يكسب أكثر من 220 مليون نقطة من قوة القدرة. وبعدها بيهنيه نظام ليكافئ وحوش الفئة التاسعة، وبيكسب الفرامل المقدس الأعلى بالفئة الأسطورية، واللي يمكنه رفع الخبرة القتالية أو قوة القدرة ل10,000 ضعف في العالم الآخر. وبيطبق التأثير على النقاط اللي كسبها، واللي يمتلك كم هائل من النقاط لا يمكن عدها، واللي بيخلي تشانج مصدوم من هذه المكافآت الساخرة اللي كسبها. وهنا بيقوله النظام إن يمكنه الآن اختيار فئة من 7 فئات أسطورية، وهي الفروسية، وأقصى مستوى لها فارس اللاموتى، ومحارب الظلام، والكاهن المقدس، والساحر اللهب الجحيم، والصياد الشبحي، ومستحضر الأرواح. وقتها بيقول شانج إن هو استيقظ بفئة محارب أسطوري، وده كان في حياته السابقة. ولكن الفئة الأقوى في العالم الآخر وقتها كانت مستحضر الأرواح. ولكن المشكلة الوحيدة لهذه الفئة إنها بحاجة لمقدار هائل من القوة لارتقاء المروض والوحوش، واللي بيخليها فئة صعبة جدا. ولكنه دلوقتي يمتلك مئات المليارات من القوة، فبيختار مستحضر الأرواح. وبيتفاجئ تشانج من قوته الجديدة، واللي بيحصل على 100 نجمة موزعة على كل سماته، ولن يمكنه التحكم في قوة الموت، ويمكنه حصد روح أي وحش من العالم الآخر وتحويله لوحش أليف. واللي بيخلي شانج مصدوم لأنه لم يتوقع لمستحضر الأرواح برفع مستوى وحوشه فقط، بل تعدى ذلك لحصد أرواح الوحوش الأخرى وجعلها حيواناتهم الأليفة. ودي حاجة عظمة،
وفي حياته السابقة اعتمد على فئة المحارب الأسطوري ليكون أقوى مستيقظ في الصين، ولكنه في هذه الحياة هدفه أن يصير الأقوى في العالم بالكامل. وبعدها بينتقل للمنطقة الآمنة لأرض الكوابيس في العالم الآخر، وبيعرفوا النظام إن القتال في المنطقة الآمنة ممنوع. وبعدها بيسأله لو كان هيستعمل هوية أشورا ولا يرغب في هوية تانية. بيقوله تشانج لا، هويتي ستكون زيرو بهذه الحياة، وبهذه الحياة سأتخطى حياتي السابقة، والشيء الوحيد الذي يتخطى كل شيء موجود هو زيرو. وبعد فترة بيوصل للمنطقة الآمنة، وبيتفاجئ البعض من هذا المكان، والبعض الآخر بيتساءل عن مكان الوحوش اللي هنا. وهنا بيظهر النظام وبيقول لهم إن المهمة الأولى هي القضاء على 1000 وحش، ودي مهمة العالم الأول. أما مهمة العالم التاني فهي جمع 10 عملات فضية، سواء بالقضاء على الوحوش أو إنهاء المهمات. وقتها بيقول زيرو إن العالم الآخر لم يتغير كثيرا، وبيقرر يشتري بعض المعدات أولا. وبيذهب لعند الحداد وبيدور زيرو على معدات. وهنا بيقوله الحداد لو انت عايز معدات اعلى يمكنني توفيرها، بس المشكلة الوحيدة ان كله بتمنه. وهنا بيخرج زيرو كيس مليء بالقطع النحاسية، وبيقوله انها 100 قطعة نحاسية واعطيني عصا ساحر بنجمة واحدة. وبالفعل بياخد العصا وبعدها بيغادر. وقتها الجميع مصدوم لانه صرف كل القطع اللي اخدها هدية من النظام لدخوله العالم على مجرد عصا ساحر بنجمة واحدة فقط، وده لأن لا يمكنها حتى إضافة قوة هجومية. ولكن بتقول الفتاة إن فقط الأسلحة بالنجوم يمكن صقلها، وبهذه الحالة يمكن رفع قوتها الهجومية. ولكن بيقول لها التاني إن لفعل هذا يلزمه قوة قدرة، واللي بيكتسبها كل صياد بإكمال مهمات الوحوش المنخفضة، ولكنها ضعيفة جدا. وهنا يبدأ البعض في السخرية من زيرو، ولكن زيرو لم يهتم لكلامهم وبيكمل طريقه. وقتها بيقول زيرو بالنسبة للصياد مستجد، فلا نفع بإنفاق مبلغ كبير لعنصر بنجمة واحدة فقط، وده لأن قوة القدرة اللي بيكسبها الصيادين في أرض الوحوش قليلة جدا، لذا لا يمكن فعل ذلك، ولكن هذا بالنسبة لهم. وهنا بيفعل قوة القدرة لصقل السلاح لأقصى درجة، وبيستمر في صقل السلاح، وبالفعل بينجح في صقله لأقصى درجة يمكن بلوغها. وهنا بيقوله النظام إنه كسب الخاصية الذهبية عصا السحر الحارقة، وبعد إجراء 132 من التحسينات يمكنه دلوقتي إصابة العدو بحالة الحرق لمدة 3 ثواني مع كل هجوم، ويمكنه أيضا إخراج نيران مستعرة تحول العدو لرماد أيضا. وهنا بيستعد زيرو للعظمة القادمة، وبعدها بننتقل للغابة، ووقتها بيقتل الصيادين الذئب واللي بالكاد بيأثروا فيه، واللي بيخلي الصياد مصدوم جدا من قوة الذئب على شفاء إصاباته. وهنا بيهجم عليه الذئب ولكنه بيتفاداه في الوقت المناسب، واللي بيكون مرعوب جدا من هذا. وفجأة بيظهر ضوء لامع من بعيد وبيهجم على الذئب بقوة ساحقة، واللي بيخلص عليه في ثواني، واللي بيخلي فريق الصيادين مصدومين من قضاء زيرو على الوحش بهجوم واحد فقط، واللي بيفكروا انه شخص محترف مخضرم. وقتها بيفكر زيرو مع نفسه وبيقول ان الخبرة اللي بياخدها من وحوش المستوى الاول قليلة جدا، واللي بيفكر في الذهاب والقضاء على وحوش اعلى مستوى. وبيقول ان في عناكب سامة بالمستوى الثالث والرابع، وايضا في عقارب مدرعة من المستوى الخامس الى السابع، وخنازير مسعورة في المستوى الثامن والتاسع. والزعيم النهائي للعالم الاول هو ملك الخنازير المسعورة بالمستوى العاشر. ولكن مع قوته الحالية الوحوش في المستوى الثالث هي افضل خيار ليه، وهو حده الاقصى ايضا. وبالفعل بيذهب لعندهم، ولكن بيعترض طريقه فريق الصيادين السابق وبيعرضوا عليه تشكيل فريق واللي بيحاولوا اغراء بطلنا، ولكن زيرو بيرفض عرضهم بصرامة، واللي بيكونوا خايفين من نظرته وبيغادروا فورا. وبعدها بيكمل زيرو طريقه، ووقتها بيقول الصياد من الفريق انه شعر بهالة من زيرو مخيفة جدا اكثر حتى من الوحوش. ووقتها بيتجه زيرو لمصنع مهجور، وبعد فترة بيخلص على الوحش ورا التاني بسرعة كبيرة وبيرتقي في المستوى بسرعة، وبعدها بيهجم على الوحش وبيخلص عليه في ثواني وبيرتقي للمستوى الثالث واللي بيكون خلاص على جميع الوحوش. ووقتها بيهنيه النظام على تفعيل الخانة الأولى وكسب مهارة أولية وهي كرة نارية صغيرة. ووقتها بيتفاجئ زيرو وبيقول إن هو لم يتوقع أن يحصل المحترفين الأسطوريين على مكافآت تسوية أعلى ب6 مرات من المحترفين العاديين، واللي رفع مستواه 3 مرات ورا بعض وكسب 18 نقطة سمة حرة. وبالنسبة لمهنة مروض الوحوش فمسار النمو نفسه بالنسبة للساحر، فبيقرر وضع بعض النقاط في السمات المختصة بالإلقاء السريع والإنتاج المستقر، ثم تحسين خفة الحركة. وبعدها بيقرر يحسن المهارة الأولية لأقصى درجة وبيرفع ضررها ل140%، وبيحولها لكرة نارية خارقة واللي يمكن رفع قوتها باستمرار مع كل تحول. وبعدها بيقول زيرو إن بهذا المعدل إكمال المهمات في أول عالمين هيوصلني للمستوى الثامن،
وساعتها يمكنه تحدي زعيم العالم الأول. وفجأة بيسمع صوت قادم من بوابة عملاقة، وبالفعل بيفتح البوابة، وهنا بيلاقي شخصية غير لاعبة مصابة. وهنا بيطلب من زيرو المساعدة في قتل جميع الوحوش، وده لأن زوجته وأطفاله قتلوا. وهنا بيفعل المهمة، وهي القضاء على جميع العقارب. وقتها بيقول بطلنا لمهمات الشخصيات الغير لاعبة معدتها أفضل من القضاء على الوحوش، وبيشاهد تفاصيل المهمة. وفجأة بيشعر بشيء غريب، وبعدها يبتسم زيرو، وهنعرف قدام يا صديقي ما هو الشيء الغريب ده. وهنا بيظهر الكثير من العقارب بالمستوى الخامس، وبيهجم عقرب على زيرو. وهنا زيرو بيستعد، وبيقول له أريني ما لديك. وهنا بيهجم زيرو على العقرب بقوة النار الفائقة، ولكن العقرب بيفعل مهارة الاصطدام لتصدي لمهارة بطلنا، ولكن زيرو بيهجم عليه بقوة ساحقة وبيخلص عليه في ثواني. ووقتها بيقول زيرو مع ان قوة كرة النار الفائقة مدمرة، ولكنها تستهلك الكثير من المانا، وافتكر ان لما يقل عدد العقارب الحدية لنسبة معينة ساعتها هيظهر العقرب المدرع الامبراطوري فورا. وبالفعل بيظهر عقرب الامبراطور، وبيقول زيرو ان هو لازم يقتل الوحش قبل نفاذ كل قوته السحرية. وهنا بيهجم عليه بكرة النار الفائقة، ولكن عقرب الامبراطور بيصد الهجوم بكل سهولة. وهنا بيهجم على زيرو، ولكنه بيتفادى الهجوم في الوقت المناسب، وبعدها بينطلق بسرعة كبيرة لعند العقرب وبيهجم عليه بقوة ساحقة، وبيشيل حركة العقرب وبيسقطه أرضا. وقتها بيقول إن هو كان محظوظ جدا لشل حركته قبل نفاذ قوته السحرية، ودلوقتي الهجمة الأخيرة ويخلص على العقرب نهائيا ويكمل المهمة. ولكن فجأة بيظهر شخص من خلفه وبيهجم عليه بسرعة خاطفة، وبيظهر شخص تاني قدامه واللي بيكونوا عايزين يكملوا المهمة ويهجموا على الزعيم العقرب هما. ولكن بطلنا بيتفادى هجوم الشخص اللي كان بيهجم عليه، وبيقول مع ابتسامة ظهرتم أخيرا. أيوة يا صديقي، هو ده الشيء اللي لاحظه بطلنا من البداية. وقتها بيقوله الشخص ده بكل صدمة أخيرا، انت قصدك انك شعرت بوجودنا من البداية؟ وهنا بطلنا بيخرج قوة هائلة، وبيقولوا ان بعض الافراد بيرفعوا مستواهم بجهدهم، والبعض الاخر يتسلقون هذه الجهود وينهبوها، بينما يقتلوا اصحابها بالخفاء، بينما يقتلوا اصحابها خلسة. والاعداء اللي واجهتهم تفوقوا عليكم ملايين المرات، وبيهجم عليهم بقوة ساحقة وبيخلص عليه تماما، والشخص التاني مصدوم من هذا وبيقول لي زيرو ألم تنفذ قوتك السحرية؟ كيف يمكنك تفعيل مهاراتك؟ بيقول له زيرو ان هو قال كده عشان يكشفوا عن نفسهم. وهنا زيرو بيفعل تأثير حاسد الروح وبيمتص روح العقرب الإمبراطوري وبيحوله لحيوان أليف، ولكنه فقد الكثير من قوته ونزل للمستوى الأول. وقتها اللاعب ده مرعوب جدا، وقتها بيقول زيرو مع نفسه إن السبب اللي خلى مروض الوحوش صعب هو إنه بحاجة لضعف الخبرة للترقية هو وحيوانه الأليف، ولكنه لا يفتقر للخبرة، وبيرقي العقرب الإمبراطوري لأعلى مستوى، واللي بيخلي اللاعب ده مرعوب جدا من هذا. وبيقوله بكل خوف انت ايه بالظبط؟ مستحيل لمروض الوحوش ان يكون لديه مثل هذه القوة الهائلة. ولكن بيقوله زيرو ان في اللحظة اللي تلقى فيها المهمة شعر ان في ناس حواليه. دعوني اخمن، اكيد انتم القتلة الذين يترقبون المنعزلين، وللاسف تلقينا المهمة نفسها، لهذا خططتم جميعا لنصب كمين لي في اخر لحظة وقتل العقرب الامبراطوري. بيترعب الشخص ده بعد ما سمع كلامه، واللي كان مفكره سهل المنال، وبيفكر يهرب من هنا ولا هينتهي أمره، ولكن فات الأوان. وهنا بيأمر زيرو العقرب بالتعامل معاه، وهنا بيهجم عليه العقرب بسرعة خاطفة وبيسقطه أرضا بقوة ساحقة. وهنا بيترجاه اللاعب إن هو يرحمه، ولكن بيقوله زيرو بهذا العالم حيث القوي يفترس الضعيف، ولو أردتم افتراس الآخرين فلازم تستعدوا لكي تفترسوا، وبيخلص عليه في ثواني. وبعدها بيذهب لعند كارل وبيهنيه كارل على إكمال المهمة، وبيرتقي مستواه للمستوى الرابع، وبيكسب القيادة السحرية بنجمة واحدة قابلة للصقل بالمستوى الرابع، واللي يمكنها رفع القوة السحرية لجميع الفئات، وحامي الصقل المدرع بالمستوى الخامس وقابل للصقل، واللي يمكنه رفع الدفاع البدني ب7 نقاط والدفاع السحري ب6 نقاط. وبيتفاجئ زيرو من هذه المعدات الثمينة، وبعدها بيرقيهم لأعلى مستوى، وبيقول إن مع هذه المعدات يمكن الوصول هو والعقرب للمستوى الخامس بشكل أسرع من السابق. وهنا بيظهر إشعار في المنطقة بظهور عالم سري مخفي بالمستوى الخامس في مدينة دوم، وهيستمر لمدة ساعة، وهيكسب أول لعبة هيصفي العالم السري على مكافآت سخية. وبيتفاجئ الجميع من هذا، وطبعا بطلنا مش هيفوت الفرصة وبينطلق على هناك. وبعدها بننتقل لبوابة العالم السري، وقتها بيكلم شخص الجميع وبيدعوهم للانضمام ليه، وساعتها يمكنهم تصفيتها أولا والحصول على الجائزة الكبرى. وقتها بيفكر الجميع في كلامه،
والدخول بمستواهم يعتبر انتحارا، ولهذا قرروا تكوين فريق. وقتها بيظهر بطلنا وفجأة بيقول له الشخص ابتعد عن الطريق، وهنا بيظهر شخص مغرور بمعدات كلها من الدرجة الذهبية ومعاه حبيبته، واللي بنعرف ان اسمه ليو ياو، ابن أغنى رجل في مدينة لين هاي، وهو دايما يتفخر بماله، حتى إن أتباعه مجهزين بعناصر بنجمة واللي تكلفتها على الأقل عشرات آلاف الدولارات. وقتها بتلاحظ حبيبة ياو زيرو، واللي بنعرف إنها كانت حبيبة زيرو في السابق واسمها لين يو، وهنا بتسخر من بطلنا وبتقوله بكل سخرية: أقدر مروض وحوش عادية الذي لا يمكنه دفع حتى الإيجار زيك، القتال بزنزانة كذلك. بيقول لها زيرو بكل غضب: لماذا؟ عندك مشكلة؟ بتتفاجئ لين يو من رده، واللي كانت مفكرة إن هو هيترجعها عشان ترجع له، وبعدها بترجع لياو وبتقول لزيرو: أخي ياو هو الرجل الوحيد المؤهل ليكون أول مصنف لزنزانة فريدة، وعلى بعضهم متوقف عن أحلام اليقظة. والمغرور ياو بيجاريها في الكلام وبيقول لزيرو: يا أخي لازم تعرف مكانك، ابتعد عنها. ولكن بيقول له زيرو إنها مجرد فردة جزمة قديمة، فلو عجبتك خدها، أما بالنسبة للزنزانة الفريدة فأظن إنها لشخص آخر. واللي بيخلي لين غاضبة جدا من كلامه وبتقوله بكل غضب: تشانج، كيف تجرؤ على التفوه بهذا؟ أخي ياو ساعدني في تعليمه درسا. ولكن بيقول لها زيرو بنظرة حادة: دعيني أنصحك، من الأفضل إنك تقدري حياتك أكثر. واللي بيخليها صديقة غاضبة أكثر. وقتها بيتفاجئ الأخ ياو إن هو مش قادر يعرف حتى مستواه أو فئته بوضوح، وكأنه أخفاها عمدا، فبيقرر يغادر بحجة إن هو مستعجل لتصفية الزنزانة، وبيخش الزنزانة مع جماعته وهم متحمسين جدا. وقتها بيقول شخص لزيرو: يا صديقي اعترف بالهزيمة، فالفقراء الخاسرون زينا لا يمكنهم فعل شيء قدام شخص غني. ولكن بيقول له زيرو: حتى لو كنا فقراء خاسرين فيفضل انك تلاقي طرق ترتقي فيها بنفسك. وبيقول مع نفسه ان قوة هذا الجسم كانت ضعيفة جدا، ولكن ذلك مهم لأشورة. وقتها بيقول له التاني: يا لك من بدع في قول التفاهات. وقتها الجماعة بيتكلموا عن المعدات اللي مع جماعة ياو، وفي الوقت ده بيقول زيرو مع نفسه إن أكيد العالم السري يحوي زعيما بداخله، ولكن قوته الحالية يمكنها هزيمة الزعماء العاديين فقط، وحاليا لا يمكنني هزيمة هذا الزعيم، بس لو ارتقيت أنا والعقرب للمستوى الخامس وجهزت نفسي بالمعدات اللازمة والمهارات لأقصى مستوى ساعتها يمكنني هزيمته. وقتها بيخش ياو وجماعته الزنزانة وبتقوله لين بكل غضب: أخي ياو تعرضت للإهانة ولكنك لم تفعل شيئا للانتقام لي. ولكن بيقول لها ياو إن كان في الكثير من الناس بيراقبوا ويمكنهم استغلال قتلي لحسالة لإهانة عائلتي ونقابتي، ولكن ما تقلقيش، سأتأكد من هزيمته واقعا قدامك معتذرا. ونرجع لزيرو. وقتها كان بيقتل في الوحوش، وبعد فترة بيرتقي هو والعقرب للمستوى الخامس. وقتها بيتفاجئ الأشخاص اللي كانوا بيسخروا منه من قوته الساحقة واللي بيندموا على السخرية منه، وبعدها بيتلموا حواليه البنات وبيحاولوا يغرقوا لحمايتهم، ولكن زيرو بيرفضهم بشكل صارم وبعدها بيغادر. وبيذهب بطلنا لمكان الزنزانة وبيرفع من دفاع معدات العقرب وقوة العقرب لأقصى مستوى، وبعدها بيخش العالم السري. وقتها زعيم العالم السري عمل الجلاشة مع يو وجماعته، واللي بنعرف ان هو الزعيم بالمستوى السابع، واللي بيفكروا الآن في النجاة من قوة هذا الوحش الساحق. وهنا بيلاحظ ياو قدوم شخص واللي هو زيرو، وبيقوله ياو بكل سخرية: أتجرؤ على تحدي الزعيم في عالم سري بالمستوى الخامس لوحدك؟ أتسعى للموت؟ ولكن زيرو يبتسم في وشه، واللي بيخلي ياو ينفجر من الغضب وبيسخر من زيرو، وبعدها بيهدده بالقتل وبعدها بيغادر. وهنا بيظهر الزعيم وهو العقرب القائد المدرع بالمستوى السابع، وهنا بيتحمس زيرو وبيستعد للقتال، وبيخرج العقرب الامبراطور وبيهجم على الزعيم وبيثبته، وبعدها بيهجم زيرو على الزعيم بهجمات سريعة ومدمرة، واللي بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيهجم عليه بكل غضب. ولكن بيوقفوا العقرب الامبراطور في الوقت المناسب، وبعدها بيهجم عليه بطلنا من تاني بهجوم ساحق ومدمر، وبيتعرض الزعيم لإصابات خطيرة، ولكنه بيهجم على زيرو بكل قوته وبعدها بيموت. وهنا بيهنيه النظام على تصفية العالم السري وبيكسب كتاب الزنزانة بالمستوى الحديد الأسود. وبيتفاجئ الجميع إن شخص واحد فقط صفى الزنزانة منفردا، وبعدها بيسألها ياو لو كان حبيبها السابق هو اللي عمل كده، ولكن بتقوله لين: مستحيل يا باشا، انت شفت ان هو اخفى هويته ولا يملك حتى حيوان اليف، ازاي يمكنه هزيمة الزعيم بالمستوى السابع منفردا؟ بيقول لها يوم معاكي حق، يبدو انه شخص اخر واكيد هو متميزا. وهنا يو بيجمع جماعته
وبيأمرهم بالعثور على زيرو فورا لضمه لنقابته ليخدمه مهما كلف الأمر. ووقتها بيقول زيرو إن معدل إسقاط هذه العناصر من الوحوش الرئيسية أعلى بكثير من الوحوش العادية، سواء عملات نحاسية أو مخطوطات أو حتى معدات. مع أن العنصر الأكثر أهمية من كل هذا هو كتاب الزنزانة بالمستوى الحديد، ويمكن ترقيتها للمستوى البرونزي ب1000 قدرة فقط، وبعد تفعيلها فإنها تمنح مهمة للهدف ومكافأتها سخية. ووقتها بيقول زيرو كتاب الزنزانة قابل للترقية، تكلفتها آلاف الدولارات. وهنا بطلنا بيرقي في الكتاب مرة ورا التانية لحد ما وصل لأقصى مستوى، وهو المستوى المتحدي. ووقتها بيقول زيرو إن لم يظهر أي كتاب زنزانة بالمستوى المتحدي في العالم الأول، ولو تم عرضها في السوق فأكيد إنها تكلف مئات الآلاف على الأقل. وبالنسبة لسعيد عادي يعد هذا بلا شك مبلغا كبيرا جدا، ولكن هدفي هو إنهاء العالم السري. وهنا بيفعل الكتاب وبيكسب عملة ذهبية، وحصل على مهمة المكافآت وهي إنقاذ الناجي بالمستوى المتحدي. ووقتها بيتفاجئ بطلنا من مكافآت المهمة المجهولة، مع إنها فقط مرافقة شخصية غير لاعبة. وبعدها بيشوف معلومات المهمة وهي العثور على الناجي إيلين في العالم الأول في أصل الكوابيس، وتوصيلها بأمان للمنطقة الآمنة في قرية نهاية العالم. ولازم يعمل ده في 12 ساعة فقط، وإلا ساعتها هيتم اعتبارها مهمة فاشلة وتختفي للأبد. وبيتفاجئ زيرو لما بيلاقي إنها منطقة بالمستوى العاشر، لأنه حاليا في المستوى الخامس فقط، والمكان هناك مليء بالخنازير الهائجة بالمستوى العاشر، بالإضافة إنها بتظهر في مجموعات فقط، وده هيصعب المهمة عليه. ولكن بعدها بيقول انسى الأمر، سأفكر في طريقة لما أجد هذه الفتاة لين. وبعدها بنلاقي بنتي بتعاد بتهرب بسرعة من خنزير هائج، وفجأة عمال الخنزير بيتعرض لهجوم ناري ساحق، واللي بنعرف إن زيرو هو اللي عمل كده. ووقتها بيقولوا النظام إنه عثر على البنت لين وقدامه 10 ساعات فقط لتنفيذ المهمة. وقتها بينفجر الخنزير من الغضب، وبيقول زيرو إنها أكيد لها علاقة بالمهمة، وغضبت الخنازير البرية لما هو لقى البنت إيلين. وهنا الخنزير بيهجم عليه، ولكنه بيتفادى الهجوم بكل سهولة، وبعدها بيهجم عليه. ولكن بعدها بيظهر الكثير من الخنازير الهائجة، واللي بيخلي زيرو يشعر بالقلق على حياة البنت، وبيقول إن حتى صياد أسطوري بمعدات ذهبية لسه غير قادر على القضاء عليهم جميعا. وهنا بيخرج العقرب الإمبراطوري وبيقول للعقرب بحمايتهم. وهنا بيهجم العقرب على الخنازير وبيثبتهم في مكانهم، وبعدها بيهجم زيرو عليهم وبالفعل بينجح في القضاء على خنزير بري، وبعدها بيقتل الخنزير ورا التاني. وبعد فترة بيشعر زيرو بالتعب، وده لأن الخنازير مستمرة في الظهور دون توقف. وهنا بتسأله إيلين لو كان بخير، بيقول لها متقلقيش أكيد هرجعك. وفجأة بيظهر الخنزير بري وبيهجم عليه، ولكن بعدها زيرو بيهجم عليه بهجوم ناري ساحق، ولكن الخنزير لسه عايش. ووقتها بيقول زيرو كويس إن لديه الكثير من الصحة، وإلا كان أمري انتهى من هجوم الخنزير البري. وأيضا العقرب الإمبراطوري متعب جدا من هذا، ولا يمكنه الصمود أكثر. ووقتها بنلاقي خنزير بري بيموت، فبيرتقي زيرو للمستوى السابع، وده بيخليه يتعافى وبيستعيد نشاطه وقوته من تاني، واللي بيخلي زيرو سعيد من هذا. وبعدها بيرقي قوته الهجومية لأقصى مستوى، بالإضافة للمعدات اللي كسبها من قتال العقارب في السابق، وهو خاتم الزعيم المجيد، واللي يمكنه تجاهله 20 نقطة من دفاع الخصم والهجوم عليه بقوة ساحقة. وهنا زيرو بيخرج قوة هائلة وبيهجم على الخنزير وبيخلص عليه. ووقتها بيتفاجئ زيرو ان الان يمكنه قتل خنزير بري بضربتين فقط، وهنا بيهجم عليهم بقوة ساحقة وبيخلص على واحد ورا التاني. واخيرا تم القضاء على موجة الخنازير بالكامل، ويمكنه اكمال المهمة الان وتوصيلها بامان للقرية. ولكن يا صديقي لا تسري الرياح فيما تشتهي السفن. وهنا بيظهر ياو وبيقول له انت عدت من الزنزانة حيا حقا. بيقول لهم زيرو مش عايز اضيع وقت على امثالكم، لذا اذهبوا من قدامي حالا. ووقتها بتقولي للمغرور ياو أخي ياو أنت من نخبة المستوى الأعلى ومجهز بالمعدات الذهبية، ومفيش أي لاعب يمكنه قتالك، لذا علمه الأدب من أجلي. وبالفعل بيسمع كلامها. وهنا بيقول لي زيرو حظك كان جيد لأنك فلتت في المرة السابقة، ولكن الآن هينتهي أمرك. بيقول له زيرو بنظرة حادة أنت عايز تقتلني؟ تفضل سأعطيك فرصة. وبالفعل بيهجم عليه ياو بكل قوته، ولكن ده لم يأثر على بطلنا أبدا، واللي بيخلي ياو مصدوم من هذا، وازاي ده ممكن. ولين يو مصدوم ان هجوم ياو لم يأثر في زيرو ابدا. وهنا بيقوله زيرو انتهيت، حان دوري. وهنا بيخرج كرة نارية عملاقة، واللي بيخلي ياو مصدوم جدا من هذا، ولكنه مع ذلك بيهدد زيرو. وهنا بيهجم عليه زيرو بهجوم ساحق وبيخلص عليه بضربة واحدة فقط، وبيسقط من ياو الكثير من المعدات الذهبية بعد وفاته. وهنا بيقوله النظام الصياد ياو شن هجوما مفاجئا خبيثا ضدك،
لهذا اسمه أصبح رمادي. وعند قتل صياد باسم رمادي خلال 10 دقايق لن تحصل على قيمة شريرة. وبنعرف يا صديقي إن في العالم الآخر اسم الصياد بيكون باللون الأبيض، ولكنه لما بيهجم على لاعب اسمه أبيض سيتحول اسم المهاجم لاسم رمادي لفترة من الزمن. وخلال هذه الفترة يمكن للضحية الانتقام من المهاجم ولن يحصل على أي قيمة شريرة. ولكن لو فشل الضحية في الانتقام وقتل سيتحول اسم المهاجم لاسم أحمر اللون ويحصل على 100 قيمة شريرة. وساعتها مش هيقدر المهاجم على الخروج من العالم الآخر حتى لو دخل منطقة آمنة، ولازم يقتل ما يكفي من الوحوش للتخلص من القيمة الشريرة، أو ساعتها هينتهي أمره بالموت. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه لن تقل مستويات الصياد بنقاط خيبته فقط عند وفاته، بل واسقاط الكثير من معداته وعناصره. ووقتها لين لسه مصدوم من قضاء زيرو على ياو بضربة واحدة فقط، وإزاي أصبح قويا جدا هكذا. وهنا بيقرب منها زيرو ولين يو مرعوبة جدا من هذا وبتقوله انت هتعمل ايه، وبتقول مع نفسها اعمل ايه، ومهارات القيامة لا يمكنني استخدامها الا مرتين في الاسبوع واستعملتهم بالفعل. وهنا بتقوله لين انها لم تنساها ابدا بعد انفصالهم، ولكن زيرو بيمشي من قدامها ولكنها موجودة. وبعدها بيتكلم نفسه وبيقول لين يو لم تهاجم الآن، ولو هاجمت صياد أبد الاسم هتتأثر مهمتي وما عنديش وقت لضياع على أشخاص تافهين زيهم. ووقتها لين بتنفجر من الغضب وبتقول بكل غضب تجرأت على تجاهلي تشانج يو استنى بس. وبعد فترة بيوصل زيرو البنت للقرية وبيكمل المهمة. وهنا بيكسب عصا الجليد ومهارات هجمات الجليد وبدت حيوان أليف من الدرجة العادية وارتقى مستواه للمستوى الثامن أيضا. وهنا بيخرج عصا الجليد السحري وبيرفع مستواه لأقصى مستوى ليتحول إلى صولجان مكسر الصقيع من الدرجة الذهبية. ووقتها بيقول زيرو كلما ارتفعت درجة المعدات ارتفعت نقاط القدرة التركية، ولكن ده لا يمثل مشكلة. وبعدها بيخرج البيضة وبيقول إنها مجرد بيضة من الدرجة العادية، بالإضافة إنه كسب الكثير من البيض في طريقه فبيقرر استعمالهم جميعا كغذاء للعقرب لرفع قوته. وهنا بيرتقي العقرب لأعلى مستوى ليتحول للعقرب الفدي الإمبراطوري وحش النخبة بالمستوى الثامن. ودلوقتي هو مستعد لتحدي زعيم العالم الأول، ولكنه بعدها بيقرر العودة أولا لتخزين بعض الموارد وبيرجع للعالم الواقعي. وقتها بيردنا حد عليه واللي بنعرف انه من المشفى وبيحذروا المرة الأخيرة إنه لازم يدفع 390 ألف تكلفة علاج أخيه الأصغر وإلا هيوقفوا العلاج عنه. فبيقول لهم زيرو أعطيني رقم بطاقة الدافع وسيصل المبلغ خلال 10 دقائق. وبعدها بيخرج زيرو الكثير من العناصر وبيقول ليست مشكلة كبيرة، سيبيع فقط بعض القطع الإضافية من المعدات الذهبية، عندها سأكون قادر على الحصول على الملايين وسأساعد الملك لإنقاذ أخيه واعتبر إنها طريقة للرد الجميل ليه. ولكن بيقوله النظام للمعدات مقيدة ولا يمكن بيعها أو تداولها. وبنعرف من زيرو إن ده هو الأسرار الجانبية لرفع المكافآت ل10,000 ضعف، ودلوقتي بيفكر في طريقة لكسب المال. وهنا بيفتح المنشورات على هاتفه وبيلاقي إن في شخص عايز يأجر صياد في العالم الأول لمدينة لينهاي وهيدفع 300 ألف. وبالفعل بيكلم زيرو الشخص ده وبيسأله عن تفاصيل المهمة المحددة واللي بنعرف إنها بنت. وبتقوله البنت أولا لازم تساعد صياد من الدفعة الحالية، ثانيا لازم تساعد الشخص المعين في إنهاء العالم الأول. بيقولها زيرو بكل ثقة أكيد لا بأس بهذا سواء كان في العالم الأول أو الثاني، ولكن عايز 390 ألف. بتقوله البنت يمكنني إعطاك 400 ألف لما تكمل المهمة. بيسألها زيرو عن الوقت والمكان اللي هما هيتقابلوا فيه. بتقوله عند منطقة الظهور في قرية النهاية بعد 10 دقايق. وبالفعل بيذهب لهناك وهنا بيكلم نفسه وبيقول إن هو يكسب 400 ألف عشان هيساعد شخصي في تطهير العالم الأول واللي كنت ناوي على تطهيره في الأساس، وهي صفقة جيدة ومربحة. وهنا بيلاحظ بنت في انتظاره وبيذهب لعندها وبيسألها لو كانت هي اللي استأجرت الداعم. ووقتها بيتكلم الصيادين عن هذه الفتاة واللي بنعرف منهم إنها الساحرة الكارثية. ووقتها بيقولوا عن زيرو إنه لا يقدر حياته حقا من أجل المال. وهنعرف يا صديقي قدام إيه قصتها وهم قصدهم إيه بده. ونرجع لبطلنا وهنا بيكون مع البنت فريق وبعدها بياخدها للمهمة. ووقتها بيقولها إن عليها الأول إكمال مهمتين كشرط أساسي وهما القضاء على 1000 وحش وكسب 10 عملات فدية، تعلمين ذلك أكيد. بتقوله البنت أيوة واللي بنعرف إنها لسه في المستوى الأول. وبعدها بيقولها زيرو إن لا يمكنها التأثير على الوحش أعلى منها ب5 مستويات أو أكثر، حتى لو تبقت نقطة واحدة فقط من صحته لا يمكنك قتله، ولهذا هيساعدك في رفع المستوى لإكمال المهام. وهنا بيهجم على العقرب بقوة ساحقة وبيشل حركته بالجليد. وبعدها بينادي عليها عشان تخلص عليه وبالفعل بتخلص عليهم في ثواني وبيرتقي مستواه للمستوى التالت مرة واحدة.
واللي بيخليها مصدومة من هذا. وفجأة بيهجم عليها وحش من الخلف، ولكن بيحذرها زيرو وبينقذها في الوقت المناسب. وبعدها بيهجم عليه بهجوم ناري ساحق، وبيخلص عليه في ثواني. ووقتها البنت مندهشة من قوته، وهنا بيقولها زيرو انهضي بسرعة، حان وقت الذهاب لرفع المستوى التالي. ووقتها بيسألها زيرو عن عمرها، لتكون قادرة على ضفر 400 ألف. بتقوله البنت بالإشارة عن عمرها، واللي هو 21 سنة. بيتفاجئ زيرو من هذا، وبيقول إن الجماعة استيقظ كسرات في سن 18، وده معناه إن بقالك 3 سنين في العالم الآخر. ولكن إزاي مستواك لسه منخفض جدا لهذا الحد؟ وهنا بتكشف البنت عن شكلها، وبتشكره على مساعدتها في الارتقاء. ولكن بعدها بتقوله لازم تغادر حالا، وسأعطيك 10,000 كتعويض، ولكن لا تخبر أختي. بيقولها زيرو فكرتك خرصاء، ولكن ما تقلقيش، هساعدك أكيد لتطهير العالم السري الأول. ولكنها بتقوله ألم تسمع ما يقوله الناس؟ أنا تجسيد الكراسة والنحس، وهعملك مشاكل لو فضلنا معا. ولكن بيقولها زيرو في الواقع أنا فضولي لمعرفة ما هي تجسيد الكراسة هذا على أي حال. ولكنها بتقوله بأعلى صوتها إنه الساحر الكارثي خرج ليؤذي الآخرين مرة أخرى. وفجأة بيظهر مجموعة تانية، وبيقول لهم رئيس المجموعة إنه طالما قبل أحدهم مهمتها فإنه سيموت مبكرا، وعلى عكس ذلك يقول إن من تمكن من قتلها هيحصل على كمية كبيرة من نقاط الخبرة والقدرات. وهنا بيهجموا بكل حماس، ووقتها بتقوله البنت جميعهم أعلى منها ب6 مستويات ولا يمكننا منافستهم، وأنا هدفهم فقط، لذا عليك المغادرة الآن. ولكن زيرو لم يهتم لكلامها، وبيخرج قوة ساحقة، وبيقول لهم زيرو بكل غضب انت عايز تلمس 400 ألف الخاصة بيه، وهل سمحت بذلك؟ وهنا بيظهر جماعة تانية، وبيقول لهم رئيس الجماعة قتال الفريق كم هذا مثيرا، واللي بنعرف ان ده هو يو جماعته. ووقتها بيقول واحد من الفريق التاني يا رئيس، هو مش ده السيد الشاب ياو من اغنى عائلة في مدينة لين هاي، ولا يمكننا منافستهم لو كانوا هنا سرقة غنيمتنا. بيقول له رئيسهم توقف عن تشغيل فمك يا تافه. وهنا بيذهب الرئيس لعندي ياو، وبيقول له الأخ ياو مش قصدي الإساءة لك، ولو كنت هنا للتخلص من هذا الشخص أيضا. ولكن بيقول له ياو بكل غضب هدوء، وبعدها بيقرب من زيرو وبيقول له أوه هذا أنت، يبدو أنهم مقدرين لقاء بعضنا البعض. بيقول له زيرو أنت هنا ليه؟ أنت هنا لتهدين المعدات مرة تانية؟ وهنا بيقول ياو لجماعته الجميع اقتلوه. ووقتها بينظر بطلنا ليهم بنظرة حادة، واللي بيخلي يوم مستغرب من ردة فعله. ولكن لما بيشوف جماعته بيلاقيهم مستعدين للهجوم عليه، فبيروح لعندهم وبيرزعوا على دماغه، وبيقول له بكل غضب انت ما فهمتش تعليماتي، هو مش ده الشخص اللي قلتلك ان تحصل عليه؟ وبعدها بيلتف الجميع حوالين زيرو والبنت اللي معاه، واللي بيخلي جيرو يشعر بالاستغراب من هذا. ولكنهم فجأة بينحنوا وبيقدموا الهدايا لزيرو، واللي بيخلي البنت اللي معاه متفاجئة ومش فاهمة هو ايه اللي بيحصل. ووقتها بتسليه المغرورة وهي مصدومة عن اللي ناوي يعمله، ولكن بيقول لها ياو اخرسي. وبعدها بيقول له ياو هو مستخبي ورا رجالته انا فاهم انك مش خايف من القوة، وانا كمان مش عايز الجأ ليه ايضا لانها بلا فائدة، وعشان كده انا جهزت تقديم خاص مناسب لقوتك، ودي كنوز نادرة اخترتها بعناية. طالما انت مستعد لتنضم لنقابتي والعمل معي فكلها ملكك، ومش كده وبس، بل وهيكون لك راتب 50,000 شهريا، واللي بيخلي جماعته مصدومين من هذا الرقم الهائل. وهنا بتقوله لين يو تشانج يو بالنسبة لفلاح زيك فالشروط اللي عرضها الأخ ياو هي شيء لا يمكنك الحصول عليه حتى لو اشتغلت لسنين، وفي رأيي إنك لازم تنضم بالطاعة لنقابة الأخ ياو. وبعدها بتفكر مع نفسها وهي بتعذب زيرو لما ينضم للنقابة، وبتقول مع نفسها بكل سعادة أكيد الأخ ياو سعيد لأن أساعده في إقناعه بالانضمام، وأول ما ينضم للنقابة فيكون عندي الكثير من الفرص لتعليم تشانج درسا، وأنا كده هضرب عصفورين في حجر واحد. ولكن بيقوله زيرو أنا معجب فقط بالأشخاص الأقوى مني، فلما لا تحاول استعمال القوة على أي حال؟ ساعتها ربما أفكر في عرضك. بعدها بتغضب الغبية لين من كلام بطلنا، وبتقوله أنت جننت، 50,000 مبلغ كبير جدا، إزاي لو حصيلة زيك رفض الأخ ياو؟ بيقولها زيرو الطيور على أشكالها تقع، وانت فاكرين الجماعة يختار التخلي عن كونه إنسانا ليصبح كلبا زيك؟ واللي بيخلي لين غاضبة جدا من كلامه. وبعدها بيقوله زيرو انت لسه عايز تقاتل؟ يا اما القتال او لا تقف في طريقي. ولكن بتقوله لين ايوه هنقاتل. ولكن بيقولها الاخ ياو خليه يذهب، وبالفعل بيغادر زيرو من قدامه. ووقتها بتقوله لين يو اخي ياو
ازاي هنسيبه بهذه السهولة انه يحتكرك؟ بيقول لها ياو بنظرة كلها غضب: انت غبية، قلتلك دعيه يذهب، بتترعب ليه منه وبتسمع كلامه زي الكلب. ووقتها بيقول واحد من جماعته: يا رئيس، مع انك كنت كريم معاه بما يكفي، ولكن يسمح لي بالمغادرة، مع انه حاول قتلك في المرة الأخيرة، وبما انه مش عارف مكانته فلازم نخلص عليه حالا. ولكن بيرجعوا الأخ ياو لكن مساحقة في وشه وبيقول له: ماذا تعرف أنت؟ وكما يقول المثل: أفضل الأشياء هي الأشياء بعيدة المنال ولا يمكن الحصول عليها بسهولة، والأشياء اللي يمكن الحصول عليها بسهولة لا قيمة لها أبدا. وده ينطبق يا صديقي على الكلبة لين. وهنا بتقرب منه لين وبتقول له بكل لطف: أخي ياو، أنت مش كنت ناوي على قتل شانج يو بأي تمن في السابق؟ إمتى غيرت رأيك؟ ولماذا لم تخبرني؟ بيقولها المغرور ياو إن ده حصل لما قتلني في آخر مرة، وأنت أكدتي مرارا إن هو من عائلة فقيرة ولا يمكنه شراء معدات ذهبية. طب إزاي يمكن لمروض وحوش عادي يتسبب بكل هذا الضرر في السابق؟ وأكيد في شيء معقد أكثر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولازم أضمه في نقابتي بأي تمن. ووقتها الكلبة لين متعصبة جدا من هذا وبتقول مع نفسها بكل غضب: لا يمكن رؤيته بالعين المجردة؟ مفيش حد عارفه أفضل مني، إنه مجرد فلاح فقير عديم الفائدة. شانج يو، استنى فقط وأكيد سأجعلك مذلول عند قدمي مرة تانية. ونرجع لبطلنا، ووقتها بتقوله البنت اللي معاه: شكرا لحمايتي الآن. بيقول لها زيرو: لا شكرا على واجب، هو هتلاقي فين 400 ألف لو كنت هتموتي، وانت ليه نشرت هذه المكافأة في المنتدى لو ما كانش عندك الثقة وكان ممكن توقفيني؟ انت ليه دخلتي العالم الآخر إذا؟ بتقوله البنت: انت مش فاهم، أنا في الواقع يئست بالفعل من وقت طويل، ولكن أختي هي اللي كانت مصرة على ذلك، وزي ما قلتلك في السابق أنا ساحرة الكارثة. انسى الأمر، فقط انظر بنفسك وانت هتفهم. وبتفعل معلوماتها عند بطلنا واللي بنعرف انها ساحرة الكارثة، فئة خاصة وفي قيود على هذه الفئة وهي الجسم الكارثي، وهي لا يمكنها القضاء على الوحوش منفردا ولازم تشكل فريق مع الآخرين ومشاركتهم الكارثة، وساعتها حياتها وحياة زميلها مرتبطين. يعني لو مات أي واحد منهم فهيموت الاتنين معا وينخفض مستواها للصفر، ولو انفصل عن الفريق في نص الطريق فهينخفض مستواها للصفر أيضا. ولكن زميلها مش هيتلقى أي عقوبة، ولكن لو قدروا يطهروا العالم السري فهيتلقى اللاعب وزميله اللي دمروا الجسم الكارثي كمية هائلة من الخبرة. ووقتها بيتفاجئ زيرو من هذه المعلومات وبيقول إن في العالم الآخر بالإضافة للفئات الأساسية والفرعية فكمان في أيضا صيادين بفئات خاصة، وأول ما يتغلبوا على قيود فئاتهم فهيكون عندهم فرصة كبيرة لظهور فئة عالية المستوى أو حتى أسطورية. ولكن للأسف لا يمكن للأشخاص العاديين التغلب على القيد، وساعتها فقط هيكونوا أشخاص عاديين بلا فائدة في العالم. ووقتها بتقوله البنت بكل يأس إنها حاولت 100 مرة لإنقاذ الفئة الخاصة من 3 سنين ولكني لم أنجح أبدا، بالإضافة إن في قاعدة في العالم الآخر تمنع الشخص من التعامل مع شخص أعلى منه ب10 مستويات أو أكثر. وإزاي يمكن لشخصين مستواهم أقل من المستوى العاشر في أفضل الأحوال هزيمة زعيم العالم الأول؟ لذا عليك المغادرة. ولكن بيقول لها زيرو: طب لو أخبرتك إن ده ممكن ويمكن المساعدة في إنهاء العالم الأول؟ بتتفاجئ البنت من كلامه وبتقول له: ماذا؟ هو أنت جد؟ وعدت 3 سنين وحلمت دايما بتحطيم الكود الخاصة بالفئة وأكون صيادة يقدرها الجميع، أنت يمكنك حقا ذلك؟ بيقول لها زيرو: توقفي عن الثرثرة وخلينا نكمل مهام العالم أولا. وزي ما عرفنا يا صديقي في السابق إن في العالم الأول لازم يقتل 1000 وحش ويجمع 10 عملات فضية، وبالفعل بيخلص زيرو على 1000 وحش وبيحصل على الكثير من القطع الفضية وحتى بيحصل على الكثير من القطع الذهبية. ووقتها البنت مصدومة من اللي هي شايفاه وبتقول بكل صدمة: هو قادر فعلا على ذلك؟ وتمكن من قتل 1000 وحش بسرعة كبيرة وأكملنا المهام وربحنا الكثير من ذلك. وهنا بيقول لها زيرو: والآن بعد ما انتهينا من المهام ويمكننا تحدي زعيم العالم الأول. بتقوله البنت: أيوة أنت معك حق. بيتفاجئ زيرو من توترها وبيسألها ما الخطب؟ بتقوله البنت: لا شيء، الموضوع بس إن الأشخاص العاديين مش أقوياء زيك وشخص زيك لن يفكر حتى في قبول طلبي. بيقول لها زيرو: أنا مش عادي، أنا من الطبقة المتوسطة. وبعدها بيقول زيرو مع نفسه وهو متوتر: حسنا، كان لازم أخلي ده في ذهني فقط، كان لازم يعني أعرفها حالتي في الواقع. ووقتها البنت مندهشة بعد سماع كلامه
وهنا بيظهر النظام وبيعرفوا ان هما كملوا المهام، ولو كانوا عايزين يتحدوا الزعيم الآن. وبالفعل بيوافق زيرو وبينتقلوا لمكان الزعيم، وبعدها بيقوله النظام انه دلوقتي عند الزعيم، والحد الزمني لهزيمة الزعيم هي ساعة، وهيفشلوا في هزيمة زعيم الخنازير المسعورة لو انتهى الوقت، وساعتها عليهم البدء من جديد. وبالفعل بيبدأ العد الزمني، وهنا بيعطيها بطنة شوية معدات، وبتتفاجئ البنت انه اعطاها كتاب احياء وجرعات استعادة فورية، وده لانها عناصر قيمة جدا. وبيقول لها زيرو مع اني واثق ان يمكنني مواجهة الزعيم منفردا، ولكن من الافضل ان اكون مستعدا جيدا. وبعدها بيجهز نفسه بالعناصر اللي حصل عليها من الغنيمة ومن المغرور ياو، وبيجهز العقرب الفضي ايضا بالدرع البطولي وحامي المحارب، وساعتها يمكنهم التصدي للزعيم من غير اي مشاكل، واللي بيرفع من قوة العقرب بصورة هائلة. وهنا بيظهر الزعيم، واللي بنعرف ان هو ملك الخنازير المسعورة والدهس القاتل، مع مهارات الهيجان والاندفاع الوحشي والدهس القاتل. ووقتها البنت بيتملكها الخوف، ولكنها بتحاول تقوي نفسها وبتقول لنفسها فانج ما تخافيش، هذه فرصتك. ولكننا لم نتمكن حتى من هزيمته كمجموعة، والآن احنا اتنين فقط. ووقتها بيلاحظ زيرو هذا، وإنها محبطة جدا من إخفاقاتها المتكررة في السابق لدرجة إنه تحول لخوف. وهنا بيقولها زيرو خليكي خلفي ووفري الدعم والشفاء للعقرب عند الحاجة. بتقوله فانج طب وماذا عنك؟ بيقولها زيرو بكل ثقة أنا هنا بس عشان أتولى هذا الخنزير الصغير. وهنا بيهجم الزعيم بكل غضب، وبيهجم زيرو أيضا عليه، وبيخرج قوة ساحقة وبيهجم عليه بالكرة النارية الفائقة، ولكن ده بلا فائدة قدام الزعيم. ووقتها بيقول زيرو كما هو متوقع الزعماء عندهم جلد سميك جدا ومش من السهل اختراقه. وهنا العقرب بيهجم على زعيم الخنازير وبيثبته، وبعدها بيهجم بطنه بهجمات نارية ساحقة. ووقتها بيقول زيرو مش بطال، طالما العقرب يتلقى الهجمات بدالي سأكون قادر على. ولكن الزعيم بيهجم على العقرب بهجوم ساحق ومدمر، واللي بيرمي العقرب لبعيد من قوة الهجوم، وبعدها بيستعد الزعيم للهجوم مرة تانية. ووقتها بيقول زيرو وكأن الأمر هيكون بهذه السهولة. وهنا بيهجم الزعيم على زيرو مباشرة، ووقتها بتحذره فانج بسرعة بتفادي هذا، ولكن بطنه واقف مكانه ومستني اللحظة المناسبة لتنفيذ خطته والهجوم على الزعيم. وقتها الزعيم بيقرب جدا من زيرو وعلى وشك الهجوم عليه، وهنا يستعد زيرو بيهجم عليه بسحر الجليد واللي بيشل حركة الزعيم. ووقتها بتقوله فانج الزعيم من فئة نجمتين عنده مقاومة 50%، والجليد لا يمكنه الصمود لفترة أطول. وبالفعل بيتعصب الزعيم وبيكسر الجليد. ووقتها فانج مصدوم انه تحول لوضع الهائج، وده معناه ان الزعيم هيفعل سحق الموت. وهنا بيهجم العقرب على الزعيم وبيحاول يثبت ملك الخنازير مكانه، ولكن العقرب بيواجه صعوبة في ذلك وبيعاني مع الزعيم. وهنا بطني بيستعد للهجوم على الزعيم، وبيقول لفانج بشفاء العقرب المدرع بسرعة، وبالفعل بتفعل فانج قوتها وبتحاول شفاء العقرب. ولكن بتقوله فانج حتى مع الشفاء لا يمكن للعقرب الصمود طويلا، ولازم نهجم بقوة نارية ساحقة. ووقتها بيجمع زيرو قوة نارية ساحقة، وهنا بيهجم على الزعيم بالكرة النارية الفائقة، وفي نفس الوقت بيهجم عليه بالجليد، واللي بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيعاني من هذا. ووقتها بيقوله زيرو حتى لو كان ملك الخنازير بالرياء بالمستوى العاشر، ولكنه مع ذلك يا صديقي لا يمكنه الصمود قدام الهجوم المتواصل من شخص يحمل معدات ذهبية من نجمتين ومهنة بالمستوى الأسطوري. ووقتها بيقرب زيرو من الزعيم اللي بيعاني من هجماته المستمرة، وبعدها بيخرج بطنه قوة ساحقة وبيهجم عليه برقصة النار. ووقتها فانج يلمس ضوء من استعمال زيرو المهارتين بهذه البراعة، واخيرا تم القضاء على الزعيم. وهنا بيهنيه النظام على هزيمة الزعيم وكسب مهارة الغضب، واللي يمكن رفع قوة الهجوم ب5%، ولكن ده بعد خسارة 10% من الدفاع. ووقتها بيقول زيرو ان هو هيعطي هذه المهارة للعقرب، وبيكسب معطف السحر المحارب الهائج بالمستوى العاشر، واللي يمكنه من رفع حياته ب 320 نقطة ورفع التحول ب5 نقاط. لو مش كده وبس، وكمان لما يكون نقاط حياته ضعيفة جدا فهيتم استعمال القوة السحرية لتعويض الأضرار اللي بيتعرض لها تلقائيا. وأخيرا خاتم المحارب الهائج بالمستوى العاشر مع الخاصية الذهبية، وهو مناسب لفئة الفارس واللي بيرفع من قوة الهجوم ب70 والقوة والرشاقة ب5. ووقتها بيهان النظام بنتنا فانج على كسر القيود الخاصة بفئة ساحر الهلاك الجسم الكارثي ليتحول لفئة أسطورية الساحر المحظور، واللي بيخلي فانج فرحانة جدا
إنها أخيرا تخلصت من هوية ساحر الهلاك، لا وكمان اتطورت لمهنة أساسية بالمستوى الأسطوري. وبعدها بيتم الإعلان في الخارج عن هزيمة الزعيم على يد زيرو وفانج، ووقتها الجميع مصدوم إن هم عملوا كده فقط في نص يوم. وبيتفاجئوا أكثر إن البنت اللي معاها زيرو هي ساحرة الكراسي اللي كانت بحاجة للمساعدة، وده معناه إن زيرو خلص على الزعيم منفردا. وبعدها بيسألوا المنظمة لو كانوا عايزين يكملوا وينتقلوا للعالم التاني ولا العودة للواقع، فبيقرر زيرو العودة للعالم الواقعي. وهنا بتقوله فانج انت رايح فين؟ بيقول لها زيرو ذهب لعند اختك عشان المال. وبعدها صديقي بننتقل لعائلة سو في مركز مدينة لين هاي، ووقتها بتروح موظفة لعند بنت اسمها سو ديان، وبتقولها ان في حد بيرن عليها واللي بنعرف ان هو زيرو. ووقتها بيقول لها زيرو ان هو كمل المهمة وهعطيك رقم الحساب لتحويل المال، ولكنها بتشك في امره وبتقوله استنى هتأكد اولا وهرد عليك قريبا، وبتقفل معاه. وبعدها بتقول مع نفسها ما عندهاش حتى نص يوم، وبتقول انك كملت المهمة يا لك من محتال. وهنا بتخش عليها فانج واللي بتقول لها بكل سعادة انها نجحت في كسر قيود الفئة، وكمان حصلت على فئة اساسية اسطورية الساحر المحظور. بتفرح ديان من كلامها وبتقولها المستوى الاسطوري مرة واحدة ده محدش تعدى الفئة نادرة في عيلتنا، ولكنك فعلت ذلك بسرعة كبيرة، واكيد ان هما بعتوا الكثير من الاشخاص لمساعدتك اليس كذلك؟ ولكن بتقولها فانج مش كتير، شخص واحد فقط. بتتفاجئ ديان من كلامها وبتقولها بكل صدمة واحد بس؟ فانجيان هو الشخص اللي ساعدك في العالم الآخر، هو الشخص المشهور اللي اسمه زيرو؟ بتقولها فانجيان أيوة معاكي حق. ووقتها بتشوف التعليقات اللي على المنتدى عن كسر زيرو الرقم القياسي، وبعدها بتقول لفانج انت حطمت الرقم القياسي اللي ده من أكثر من قرن، وانت على وشك ان تصبح من اول الاشخاص اللي دخلوا العالم التاني، واكيد مكانة عيلتنا هتتحسن في المدينة بوجودك. وبعدها بتقول للموظفة بكل حماس جهزي اجتماع لمجلس الإدارة فورا وللعبور للعالم التاني أولا، يجب علينا تجنيد زيرو لجناح يان بأي تمن. ووقتها زيرو كان بيكلم المشفى وبيعرفوا طبيب إن هما استلموا الحوالة بالفعل، ولو كنت بحاجة لأي شيء أخبرنا فورا. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه 400 ألف اللي وصلوا من شوية راحوا فورا. وبعدها بيقول لهم زيرو كويس سأترك أخي في رعايتكم اهتموا به جيدا. بيقول له الطبيب ولكن تذكير بسيط إصابة أخوك خطيرة وبحاجة للبقاء في المشفى والمراقبة المستمرة، وتكليف العلاج حوالي 40 أو 50 ألف شهريا. وقتها بيفتكر زيرو عرض الأخ ياو لما عرض عليه 50 ألف شهريا، وبيقول مع نفسه لو كنت عارف بس لكنت وافقت على عرض ذلك المتعجرف ساعتها. وهنا حد بيرن على زيرو واللي بنعرف إنها ديانا، وبتكلمه وهي في اجتماع مجلس الإدارة، وبتقوله سيدي هو أنت مهتم بالانضمام لنقابة أمة التنين؟ وأنا ديانا نائبة رئيس نقابة أمة التنين، وهنقدم لك جميع الفوائد الاجتماعية ده غير الراتب الأساسي وهو 30 ألف شهريا بالإضافة لمكافآت الأداء. ووقتها يبتسم زيرو وهو بيقول مع نفسه جيتي في الوقت المناسب. فبيقول لها زيرو تمام موافق، وبيفرح الجميع من هذا. ولكن بيكمل زيرو كلامه وبيقول لها ولكن عندي شرط، لما يكون في فعاليات كبيرة للنقابة أو حاجة لمشاركتي سأشارك ساعتها، خلاف ذلك لا يمكنك التدخل في حريتي الأخرى. واللي بيحاول ابتسامتهم لقلق وتوتر من كلامه. وهنا بيقوله مسؤول في المجلس ازاي يمكن ذلك، ولو انضميت للنقابة فعليك بطبيعة الحال العمل لصالحها، ولو سعى الجميع للحرية فايه الفايدة من انشاء نقابة؟ فبيقوله زيرو لو كان لا يمكنك قبول ذلك انسى الامر اذا، وبيقفل الخط في وشه واللي بيخليهم غاضبين جدا من هذا. ووقتها بيقول رئيس النقابة لديانا ديانا هو ده الشخص اللي قلت ان لازم نضمه بأي تمن؟ وبنعرف ان اسمه هو تشين. فبتقوله ديانا ان هو المحترف الاعلى لهذا العام وهزم زعيم العالم الاول في نص يوم فقط وحطم الرقم القياسي، ومثل هذه الموهبة النادرة لازم نضمه فورا. ولكن بيقول لها الرئيس ولكن بتقوله فانج عمي انه حكم مذهل. وبتقوله ديانا في رأيي يمكننا الموافقة على شروطه أولا ويدخله لنقابة جناح مطر الدخان. وبتقوله فانج بالظبط، وزي ما قال بنفسه في السابق إن هو مش حرا تماما ولما نحتاجه هنلاقيه. بيقول لهم الرئيس حسنا، ولكن إذا انتهى الأمر بتجاهل إدارتنا تماما فهقرر شخصيا لو كان هيفضل أم لا. وبعدها بترن على زيرو، ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن نقابة أمة التنين في مقاطعة تنجهام في المركز الخامس، ومع إنها أقل بمرتين من النقابة العليا ولكنها جيدة كفاية، والراتب الشهري والمكافآت لازم تغطي نفقات العلاج.
فبيرد عليهم زيرو، وبيعرفوا زيرو إن هم وافقوا على شروطه وإمتى يمكنك الحضور للبدء. ولكن بيقول لها زيرو سأعمل في المنزل ولا حاجة للحضور طالما إننا في مدينة لين هاي، فنقاط الدخول للعالم البديل متشابهة، ولكنهم بيعترضوا على ذلك. فبيقول لهم زيرو إذا انسوا الأمر، ولكن بتقول له لا لا بأس سنفعلها على طريقتك. وقتها يبتسم بطلنا وبيقول مع نفسه إنها رئيسة من السهل التعامل معاها، وكده حلنا مشكلة الداخل. يمكن التركيز على غزو العالم البديل الآن، وبيذهب للعالم التاني. وهنا بيقوله النظام إن العالم التاني يسمى حصار الزومبي، ونهاية العالم يواجه كارثة مهددة للبشرية، والزومبي على وشك حصار المدينة. وكناجي في مدينة تانجهام لازم تساعد الآخرين للدفاع عنها، ولو اخترق الزومبي المدينة ساعتها هينتهي أمرك بالموت. ومهمة العالم التاني هي إكمال الزنزانة الأولى، والمهمة التانية هي الصمود والقضاء على 3 موجات من الزومبي، وبعدها هزيمة زعيم العالم التاني والانتقال للعالم التالت. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن هو لازم يوصل للمستوى ال15 أولا لإكمال المهمة الأولى، ولازم يرفع مستواه بسرعة، والمهمة التانية فيها سنة للوقت المناسب. ووقتها بيسمع شخص بيقول للجميع أسرعوا موجة الزومبي قادمة بعد يومين، واللي بنعرف إن هو قائد الجنود واسمه نورسن. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه مع إن مدينة تانجهام قد تكون منطقة آمنة في العالم التاني، ولكن موجات الزومبي تهاجم باستمرار، وده بيخلي الجو دائما مع التوتر. وهنا القائد نورسن بيذهب لعند بطلنا وبيقول له القائد نورسن أيها المحارب المعركة على وشك البدء، وهل يمكنك التوجه للغرب وإمساك بعض الزومبي المتحول لجميع المواد يصنع الأسلحة والقتال. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه إن في حوالي 10 مهام في مدينة تانجهان، ولكن هذه المهمة هي الأكثر صعوبة لأن هدفها في المستوى ال11 لحد المستوى ال20، ولكن مع ذلك مكافآتها سخية، وإكمالها أكيد هيقربني من تصفية العالم التاني. فبيقول له زيرو تمام اترك الأمر لي. وبعدها بننتقل لخارج المدينة، ووقتها بيلاقي زومبي في كل مكان. وهنا بيظهر زيرو بيخرج العقرب وبيستعد للهجوم على الزومبي، وهنا بيهجم على زومبي منهم، وده بيخلي الآخرين يهجموا عليه، ولكن بيعترضهم العقرب وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. ووقتها بيتفاجئ زيرو إن المهارات النارية لا تؤثر كثيرا على الزومبي الناري، فبيجهز نفسه بمهارات الجليد، وهو بيقول بكل سخرية مش هستعمل المهارات النارية. وهنا بيخرج قوة ساحقة وهو بيقول بكل حماس فلنرى إذا كم ستستمر. واللي بنعرف إن هما زومبي ناري بالمستوى ال11 مع مهارات الصاروخ الناري والدرع الناري، واستعمال النار ضده بيخليه قوي فقط. ووقتها بيقول زيرو للعقرب بجذب انتباه الزومبي الناري، وهنا بيهجم العقرب عليه وبيثبته. ووقتها بيقول زيرو إنه جاهز العقرب بالمهارات والمعدات اللازمة، ولا يمكن للزومبي الناري التأثير عليه. ولكن بيستغرب زيرو من انسجام العقرب مع هذا، وهنا بيستعد زيرو وبيهجم عليه بالجليد وبيخلص عليه في ثواني، وبيكسب زيرو بعض القطع النحاسية. ومن هنا بيعرف زيرو إن معدل إسقاطهم للعناصر مش مرتفع، وهنا يستعد زيرو وبيهجم عليه بهجمات ساحقة ومستمرة وبيخلص على واحد ورا التاني. وبعد فترة من قتالهم بيجمع بطلنا 50 من النواة النارية، ولكنه لسه بعيد جدا عن إكمال المهمة، بالإضافة إن المكافآت ضئيلة جدا. وهنا بيشعر زيرو بالجوع فبيقرر يخرج عشان ياكل ويكمل لاحقا، ولكن فجأة بيسمع زئير مرعب وبيتفاجئ زيرو من هذا، وده معناه ظهور زعيم الوحوش واللي بنعرف إن هو الزومبي الجليدي الناري بالمستوى ال14. ووقتها بتلمع عين زيرو، ووقتها بيقول زيرو إنه زعيم قيم ربما يمكن الحصول على بعض المعدات الجيدة وكتب مهارات. وهنا بيلاحظ الزعيم زيرو وبيظهر في وشه بكل غضب، وهنا بيضرب الزعيم الأرض وبيهجم على بطننا بالجليد وبيشل حركته، وبعدها بيهجم عليه بالإبر الجليدية، وده بيخسر زيرو الكثير من صحته. ولكن زيرو بيهجم عليه بالجليد، ولكن ده لم يأثر عليه كثيرا، وده لأنهم منع من النار والجليد ب50%، وده بيخلي زيرو في موقف صعب والعدو قوي جدا. وبيهجم الزعيم على العقرب الفدي وبيتفاجئ زيرو من أضرار الزعيم المرتفعة، وهنا يستعد الزعيم وبيهجم على العقرب بهجوم ساحق وبيخلص على العقرب الفدي في ثواني. ووقتها بيقول النظام لزيرو تم القضاء على العقرب وهيتم إحياء العقرب في 3 ساعات، ولكن هيقل مستواه بمستوى واحد ونقص الولاء ب10. ولكن بعدها بيفعل زيرو تأثير مستحضر الأرواح، وده بيخليه يتم إحيائه في ساعة واحدة فقط وبدون أي عقوبات. ووقتها الزعيم على وشك الهجوم على زيرو وبطلنا في وضع صعب، ولكن فجأة بيظهر طاقة أرجوانية بتهجم على الزعيم بقوة ساحقة وبتنقص من صحته 140 تقريبا، وده لحد ما عالي، واللي بنعرف إنها الساحرة سو.
وهنا بتقوله انها تتحكم في الوضع وانت قم بالهجوم. وهنا بيتحمس زيرو وبيقوله بكل حماس حتى لو كان التأثير أقل ب50% سأستنفذ قوتك. وبيهجم عليه بضربات مستمرة وساحقة، وده بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيهجم عليهم بهجوم ناري، ولكن سو بتمنعه من ذلك، واللي بيخلي زيرو متفاجئ من قوة الساحرة سو. وبعدها بتفعل الساحرة سو الضوء الساطع وبتصد الزعيم، ووقتها بتفاجئ زيرو من قوتها وبيقول مع نفسه مع انها فعلت 3 مهارات ولكنها لسه مستمرة في الهجوم. معقول هو ده فئة السحر المحظور؟ وهنا زيرو بيهجم على الزعيم بضربة نارية وجليدية في نفس الوقت، وده بيخلي الزعيم يعاني من هذا الهجوم الساحق، ولكن بتكمل عليه فانج بضرباتها الساحقة. واخيرا تم القضاء على الزعيم، واللي بيخليهم يكسبوا الكثير من المعدات. ووقتها بيقول لها زيرو والله يا سو المرة دي الفضل كله ليكي، وعشان كده هيتم تقسيم المكافآت بالتساوي. ولكن بتقول له سو لا داعي لذلك، وكنت هنا لأداء مهمة أيضا، ولما أتوقع أن يتم اختياري بهذه السرعة، وأنت ساعدتني لاجتياز العالم الأول ولم أتمكن من شكرك. بيقول لها زيرو بس أختك دفعت بالفعل. بتقول له سو أختي شيء وأنا شيء تاني، وأنا اسمي سو جينيان. بيسلم عليها زيرو بيقول لها إن اسمه هو تشانج يوي. بتقول له سو بما إننا في نفس النقابة لماذا لا نتعاون في القضاء على الوحوش؟ فبيسألها زيرو عن تأثيرات مهنتها. بتقول له سو بكل حماس إن جميع مهارات تحكمها يمكن رفعها ل 30% مع إضافة ثانية للتأثير الحاضر وتقليل وقت التهدئة ل 30%. بيتفاجئ زيرو من فئتها وبيقول لا عجب في ذلك، ومع هذه السيطرة الرهيبة يمكن تحسين كفاءة قتال الوحوش بصورة هائلة معاها. وبعدها بيغادر بطلنا، فبتسأله سو هو رايح فين. بيقول لها زيرو إن هو هيرجع لمدينة نوتنج لبعض الوقت، وهرجع بعد 10 دقايق للتعاون في القضاء على الوحوش. بتفرح بنتنا سو من هذا، وبتقول مع نفسها بكل إحراج إنها وعدت نفسها إن الشخص اللي هيساعدها في القضاء على جسم اللعنة فهتتجوزه. ولكن بعدها بتقول مع نفسها سو انت بتفكري في ايه؟ ونرجع لزيرو، ووقتها بيقول ان هو حصل على 3 قطع من المعدات وكتاب مهارة. فبيقرر زيرو ان هو يبيع المعدات اللي بنجمة واحدة ويستعمل الباقي لتقوية قدراته الحالية. وهنا بيرتدي حذاء الجاري واللي بيرفع رشاقته ب10 نقاط. وبعدها بيقول ودلوقتي احتاج لمهارات هجومية اقوى. وهنا بيركب مهارة الكرة النارية اللي على مستوى اللي يتحول للصاروخ الناري الفائق، واللي يمكنهم من الهجوم ب3 قذائف في نفس الوقت مع فترة تبريد 5 ثواني. وهنا بيقول عمنا يا زيرو بعد رفع سرعة المهارة لا يمكن لأي وحش لمسي. وهنا بيظهر لزيرو دعوة من سو للانضمام ليها في المعركة، وبالفعل بيوافق زيرو على طلبها. وبعدها بننتهي للمعركة، ووقتها بيهجم زيرو على الزومبي بالصاروخ الناري وبيخلص عليه في ثواني. والساحرة سو متفاجئة ان هو خلص على الزومبي الناري بضربة واحدة فقط. ولكن بيقول لها زيرو وانت جيدة ايضا، وردود افعالك ومهارة تحكمك ممتازة. بتقول له سو ان ده من فعل اختها، وده بيخلي بطلنا الكحيان منزعج من هذا. ووقتها بيقول مع نفسه ان المال بيفعل الكثير والكثير يا صديقي. ووقتها بتسأله سو لو كان اخفى تأثير عرض معداته او لديه معدات سرية، وده لان عنده قوة هجومية عالية جدا. ولكن بيقول لها زيرو ان فئته من المستوى الاسطوري، ولكنها بتقوله مستحيل. ودايما لما بيستيقظ المحاربين الاسطوريين بتظهر ظاهرة فريدة، ومفيش اي ظاهرة ظهرت هذا العام. فبيقول لها زيرو لو مش مصدقة انت حرة. ووقتها بيقول مع نفسه ان مهنته ليست من الإيقاظ التقليدي. ووقتها بطلنا كمل مهمة جمع نواة الجليد والنار، وفضل القضاء على الزومبي السامي فقط لإكمال المهمة. فبيقرروا الذهاب لعيش الزومبي، ولكن فجأة بيظهر التحذير من النقابة وبيقول لهم تشين جون بالاجتماع فورا في مدينة الزومبي، وكل اللي هيغيب هيتم طرده من النقابة. ووقتها بتفاجئ الساحرة سو من هذا، ووقتها بيسألها زيرو عن تشين جون ويبدو ان لديه حضورا قويا. فبتقوله الساحرة سو ان هو رئيس فرع نقابة يان يو في مدينة لينهاي، ووالده واللي هو عم الأكبر سو تشين عضو مجلس إدارة عائلة سو، وكانت تربطهم علاقة حياة وموت، وعمها هو اللي عينه في هذا المنصب. بيقول لها زيرو بما انها عاملة للنقابة فيلا بينا. ووقتها أعضاء النقابة بيواجهوا زعيم قوي جدا واللي حرفيا بيعمل معاهم الجلاشة. ووقتها بنلاقي نقابة تانية بتهجم على نقابة يان يو عشان ياخدوا هما الزعيم، واللي بنعرف ان النقابة التانية بتاعة الأخ ياو. ووقتها بيحاول تشين يقنع ياو بالتراجع، وهم اللي اكتشفوا الزعيم أولا. ولكن بيقوله ياو القوة هي القانون الوحيد هنا، انت فاهم؟ خلصوا عليهم جميعا. ولكن فجأة بيظهر تعويذة في السماء بتهجم عليهم بضربات نارية ساحقة،
واللي بيخلي ياو غاضب جدا من هذا، وبيقول مين اللي يجرؤ على فعل ذلك. وهنا بيظهر زيرو وبيقول له ها أنت تاني، هذه المرة أنت جيت لسرقة زعيم الوحوش الخاص بنقابتنا. وتعالوا يا اخواتي نرجع لورا شوية قبل ساعة تقريبا، وقتها بيظهر الزعيم ونقابة يايوم بتهجم عليه، ولكن ده بيخلي الزعيم غاضب جدا وبيهجم عليهم بكل غضب. وهنا بيقول واحد لقائد الفريق إن مواجهة الزعيم تقريبا مستحيلة من غير السحر المحظور، ولكن بيقول لهم قائدهم لا تخافوا وحافظوا على التشكيل وحاولوا استنزاف الزعيم. وبعدها بيظهر زيرو والساحرة سو، ووقتها بتفاجئ الجماعة من جمالها البارد، وهنا بتحاول تصلح كلامهم وبتقول لزيرو ما تصدقش كلامهم انا مش باردة ابدا. بيقول لها زيرو تمام، ووقتها بتلعنهم الساحرة سو في سرها. وهنا بيفرح قائدهم من قدوم الساحرة سو، ولكن بيتعصب لما بيلاقي زيرو معاها وبيسألها هو هنا ليه، ولكن بتقوله الساحرة سو اهتم بشؤونك. بيقول لها القائد لا، انا فقط قالك لو حاول الشخص واخد خداعك، ولكن بتقوله الساحرة سو ما تقلقش يمكن التمييز بين الصواب والخطأ، ودلوقتي انت دعوتنا ليه. بيقول لها القائد ان تم تحديث مدينة الأموات وظهر زعيم ملك الأموات. بتقوله الساحرة سو إن استيلاءهم على زعيم ملك الأموات هيعزز من قوة البقية وقوتنا بشكل كبير. فبيقول لها زيرو يلا بينا نكمل المهمة، ولكن بيوقفوا قائد الفريق وبيقول لهم مفيش داعي لذهابك. بيسأله زيرو عن السبب، فبيقول له القائد بكل غضب انت مروض وحوش ومين عارف ازاي انضميت للنقابة، ربما استعملت طرق خلفية وتحاول تدخل ومساعدتنا، هذا تفكير مفرط. ووقتها بيقول الجماعة إن هذه المهنة سماتها ضعيفة جدا وصعب تطويرها أيضا، وكمان معهوش أي معدات خاصة، وده يعتبر إهدار لموارد النقابة. وده بيخلي الساحرة سو غاضبة جدا وبتقولهم بكل غضب انتم عارفين حتى هو مين. ولكن بيقول لها زيرو تمام انت رئيسة هنا، فقط قرارك هو النهائي. وهنا بتمسك بزيرو وبتقول لهم لا، إذا لم يذهب مش هذهب أنا أيضا. بيقول لها القائد وهو متوتر لا تغضبي انا بس بدور على مصلحته وانا خايف انه يموت في المعركة. تمام هخليه يشارك في المعركة ويشاهد من بعيد. وهنا بياخد الساحرة رسول المعركة بسرعة، ووقتها بتقول لي زيرو بانتظارها وسأعود فورا. ووقتها بيقول زيرو مع نفسه ووحش زعيم بالمستوى ال15 هيكون صعب شوية، ومع الساحرة رسول بعض الدعم سيكون هزيمة الزعيم مسألة وقت. ممتاز، خلينا أشوف قوة النقابة الخامسة في قائمة المتصدرين. ونرجع للوقت الحالي لظهور بطلنا الأسطوري، ووقتها بيتفاجئ الجميع من قوة زيرو مع إنهم مروض وحوش فقط. ووقتها بيقوله الأخ ياو بكل انزعاج انضميت لنقابة يان يو، وبتقوله الكلبة بكل غضب تشانج يوي أخوك ياو دعاك للنقابة العليا ولكنك رفضت ولن تذهب لجناح يان يو. لم أدرك أنك كنت رخيص جدا هكذا في السابق. ولكن فجأة بيظهر طاقة أرجوانية فوقها واللي بتنزل عليها بقوة ساحقة. وهنا بتقول الساحرة سو ودلوقتي أصبحت أكثر نظافة بكثير. وهنا بيقوله ياو تشانج كان بيدفعوا لك في النقابة هقدم لك الضعف، لا 3 أضعاف الراتب، وأيضا هتكون نائب الرئيس انضم لنقابتي وكون الرئيس التنفيذي، ماذا عن ذلك؟ وهنا بتقوله الساحرة سو بكل غضب ازاي يمكن أن تكون بهذه الوقاحة وتكون بخطف الناس قدامي. ولكن بيقوله زيرو لازم تكون صادقا في الحياة، وبما اني انضميت بالفعل لنقابة يان يو فلن يكون مناسب التنقل من مكان لآخر بسهولة، ومع ذلك مفيش حد عارف اللي هيحصل في المستقبل، دعنا نرى. بيقوله هياو تمام، طالما انك تريد يمكنك القدوم لنقابة العليا في اي وقت انت مرحب بك دائما. وهنا بيقول لجماعته بالانسحاب، بيتفاجئ اتباعه من هذا وبيحاولوا يقنعوه بالتراجع عن هذا، وفاضل شوية وهيتم القضاء على الزعيم. ولكن بيقوله هياو وما قيمة هذا، لازم نضحي بهذا المستوى للحصول على الفوائد قدام، ماذا تعرف أنت؟ وبالفعل بينسحبوا. وهنا بتشكر الساحرة سو زيرو، ولكن بيقول لها زيرو لا شكر على واجب. وهنا الزعيم بيهجم عليهم بقوة ساحقة ولكن بيتفادوها في الوقت المناسب، وبعدها بيقف زيرو قدام الزعيم وبيقوله بكل حماس ملك الأموات سأخضعك